ما قلتلكيش انا طالعه شاطره لمين؟ طالعه لمامتي حبيبتي وخالاتي. عايزه اقول لكم هما اللي معلميني طريقه الرز المعمر بطريقه سهله وبسيطه. بجيب الطاجن وادهنه كده زبده واغلفه كده بالشكل ده، وانزل بالرز الابيض المغسول كويس ومعلقه ملح ونص كوبايه من السمنه البلدي او الزبده السايحه، وغلفي الرزايه كده كويس جدا. انزلي بقى باللبن السخن كده لحد ما تلاقي المعلقه وقفت كده، وزودي بق ميه، وبعد كده انزلي بوش القشطه كده على الوش. فرنك يكون سخن جدا، هشغل الشوايه ياخد وش كده واطفي الشوايه واحطه على الصاجه بتاعه الفرن. اول ما تلاقيه شرب كده اللبن هروح بقى حطاه في الرف الوسطاني على درجه حراره 180 يتشمع. تقدري كمان تعملي الرز المعمر في الصينيه العاديه بنفس التكنيك، هتبطنيها كده بالزبده وتنزلي بالرز المغسول كويس ومتصفي والملح والزبده، وانزلي باللبن السخن وتحطي على الوش قشطه وتدخليه الفرن. الفرن لازم يكون سخن كمان، وبعد كده تروحي مشغله الشوايه ياخد وش واطفي الشوايه واحطه على الصاجه بتاعه الفرن. اول بقى ما يشرب كده اللبن بتاعه تحطيه في الرف الوسطاني يتشمع. احلى رز معمر هتاكليه من الطاجن او الصينيه، رز مفلفل وطعمه خطير يجنن. عايزه اقولك لو عملتيه كل اللي هياكله من ايدك يحلف بجماله وبطعمته. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جايه كتير مع هبه ابراهيم. باي باي.